طيب خليني بقى ارجع بقى ايه لارض الوطن. خلصت والزمالك كلمك صح كده؟ امم وجيت مضيت في الزمالك وعملتوا فرقه وجبتوا محترفين، غيرتوا محترفين كتير لا، احنا السنه الاولى دي ما غيرناش حد خالص. لا مش اول سنه، انا بس بتكلم على فترتك في الاربع سنين فترتك في اوكي. الزمالك. وكسبتوا وخسرتوا وحصل حاجات حلوه وحاجات وحشه. انا عايزك الاول بس تحكي لي كده شويه اصلا عن علاقتك بالنادي بشكل عام. يعني لما كلموك هل اصلا ده كان قرار سهل، قرار صعب، وهل اصلا كان بمزاجك ولا لا؟ لان انا عارف ان في رولز انك لو مسافر لازم ترجع النادي بتاعك وبتاع، ما اعرفش بقى ده كان بيابلاي عليك ولا لا. لا لا، يعني ده ما كانش عندي فيه مشكله خالص. اوكي. يعني انا كنت لا خالص، يعني انا كنت هرجع مصر، هرجع نادي الزمالك. ما كانش عندي اي نوع من يعني ما كنتش بحاول ان أنا اروح حد تاني ولا كونتاكت حد تاني خالص يعني. اوكي. انا مش عارف هو كان ابلايد، بس انا عارف ان هم الفتره دي كان في مشاكل في مصر برضه في العموم. يعني الناس ما كانوش عارفين الرولز ولازم تتسجل ومش لازم تتسجل. انا ما سالتش اصلا، انا كده كده كنت راجع الزمالك يعني. اوكي. آه، يعني بصراحة هو لا، علاقتي بالنادي كانت ولحد دلوقتي يعني علاقة كويسة. الناس اللي جوه النادي يعني متربيين مع بعض. كان إذا كان الجيل ساعتها اللي كان موجود وأنا راجع، نص الفرقة دي كانت لعيبة بنلعب مع بعض من واحنا عندنا 8 سنين يعني. أحمد حاتم، عمر هشام، مصطفى جيزو، كل دول. هيثم السحارتي لما أنا اتصعدت درجة أولى كان هو موجود يعني. كان كل اللعيبة دي أهلي يعني، مش ما كنتش غريب خالص عليهم يعني. اوكي. و انا برضو في نقطه بقى في الفتره دي عايز اتكلم فيها، ودي بقى حاجه شخصيه انا يعني كنت فيها مع كذا حد كمان بس لعب تاني يعني. مم. انا ضد وجود الاجانب في الدوريات الا بشروط معينه قوي، تمام. واكتر رياضه ضد وجود الاجانب فيها الباسكت مليون في الميه. اوكي. انا بتفرج على كل حاجه، هاندبول وفولي وباسكت وحتى بينج بونج، تمام. الاجانب في الباسكت من وجهه نظري التي لا قيمه لها بيديلهم الكورة بيديله الكوره ويقول له ويتصرف. خد شوت، تمام. والمصريين 80% من بيستسهلوا. الوقت بيتفرجوا عليهم. يعني لو انا بقول حاجه غلط انا ما عنديش اعداء في الباسكت، فاهم قصدي؟ فانا ما ايوه حدش ايوه. هيفرق له انا بقول ايه. بس انت اللي رايك اللي هيفرق. فيمكن الكلام ده ما بينطبقش قوي على الاهلي والزمالك والاتحاد، شويه سبورتنج شويه جزيره، فاما بيبقوا يعني جامدين. بس النص التحتاني من الدوري يعني آه وحش. اللعب وحش والباسكت وحش مش ممتع. حتى اللي بيلعبوا دول باين ان هم مش مبسوطين. بص، هو انا يعني خليني اقول جملة الاول. هو ان النص التحتاني دول وحش، هو ده ملوش علاقة بوجود محترف وعدمه. حتى لو محترف مش موجود هيبقى الباسكت بتاعهم وحش. اوكي. لسبب ان احنا هنا في مصر عندنا مشكلة جامدة قوي يعني في البلاير ديفلوبمنت. يعني عندنا لاك في الموضوع ده. فدي مخليه ان انت مطلب ان انت يبقى عندك محترف. دي حاجه لا بد منها عشان يبقى في شكل للدوري، وعشان يبقى في فرق كتير جدا مش هتنافس لو ما عندهاش محترف. في فرقه هتنافس يعني الاتحاد سكواد كبير كده كده من غير محترف، الاهلي سكواد كبير كده كده من غير محترف. ساعتها كان يعني الزمالك يعني فاهم قصدي. دي انديه هيبقى معاها من الفلوس وهيبقى معاها من ال قاعده الناشئين. يعني في الاول في الاخر يعني بنتكلم اهلي زمالك اتحاد. سبورتنج آه، وجزيره لا يعني بس بعديهم يعني 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 بعديهم شويه. لكن الليفل اللي اهلي بعديهم. زمالك اتحاد لا هو يعني قاعده الناشئين بتاعهم هم بياخدوا قاعده الناشئين من مصر كلها. الاتحاد بياخد اسكندريه كلها. القاهره كلها طبعا اكبر من اسكندريه بكتير، فهي مقسومه ما بين الزمالك والاهلي. فهو دي فرق عندها قاعدات بتطلع لعيب. فهل انا كده انت هتفضل طول الوقت اللعيبه بتروح للانديه ديت وبقيه الانديه التانيه كلها بتاخد الفرز التاني او التالت اللي بيتبقى؟ فطبعا مش هيبقى فيه منافسه طب خالص لو يعني. انت صاحب القرار ايه الحل؟ هزود المحترفين. يا راجل انت جاي تضايقني هنا. جاي تضايقني في المكان بتاعي. لا 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 لا، بص انا هقول لك والله اه. بجد. وجود المحترف لو ليه يعني جايدنس بطريقه معينه، لا هيساعد جدا في نمو ازاي هتحكمها يعني؟ جايدنس زي ايه؟ انا اسف. لا، واحد بس مش محتاج جايدنس. يعني محترف واحد بس مش محتاج لا انا حد. مش قصدي. طب ماشي اوكي، انت شايف انه وجود المحترف ده مهم عشان شكل الدوري. اوكي. لا، وكمان الاستفاده اللي بتيجي من المحترفين. هو ده سؤالي التاني بقى. ايه اللي بتيجي من المحترفين؟ لا، في محترفين بيفيدوا. بيفيدوا بقى يعني شكل بيفيدوا بيساعدوا اللعيبه اللعيبه التانيه. بعقليات. في وولتر هودج كان بيساعد العيال. كان بيعلمهم اه وهم استفادوا من وجوده.
هو بقى استفادوا من وجوده وما استفادوش دي بتاعتهم هم مش بتاعته هو. لا بتاعته هم مش بتاعته هو. انت ما تمضيوش في عقده عشان هو لازم يفيد اللعيبه، هو مش لا هو بس مش انا قصدي انت بتحط الصوره الكبيره، انا بكلمك على البيج بيكتشر زي ما انت كنت بتتكلم. طب انا ليه اصلا بسال في كده؟ انا عايز اسالك على حاجه تانية. هو الباسكت في مصر بيتطور ولا لا؟ ولو هو ما بيتطورش، او هل هو بيتطور بسرعه كافيه ولا لا؟ و... ويعني يعني بص، هو مفيش حاجه اسمها السرعه الكافيه. اوكي. لان انت يعني انت هي مش سلوب طالع، هو جبل انت بتطلع وبتنزل. يعني مثلا احنا من 2018 اول ما انا رجعت لحد مثلا 2020 لحد وقت الكورونا مثلا، احنا كنا في تطور رابid. دي فقره يعني دي فتره بتاعت افريقيا اللي وصلنا فيها الفاينل بتاعت عاصم، ولا ده قبل كده لا بشويه؟ لا لا، ده 2013 ده، استنى لا بس يا انت راجل، ده انا الدنيا بايظه مني احنا خالص. وصلنا 2013 افريقيا، وبعد كده ما عملناش اي حاجه لمده 6 سنين. ده هي دي اللي كانت فلتة. ما انا فاكر المنتخب ده كويس، ده المنتخب اللي هو ده المنتخب اللي انا كنت صغير، انا لعبت تقريبا في البطوله كل 4 دقايق. انت كنت معاهم؟ انت كان عندك كنت كام فور، سنه يا عم؟ 18 سنه؟ 17. 17 سنه. انا فاكر البطوله دي كويس، فاكر عاصم بالظبط. مرعي في البطوله دي كان بيطلع نار من بقه. كان بيشيل الافارقه ويجري بيهم في الملعب. انا ما صدقتش والله. ايوه صح. يعني فكرني بعد عادي اخد منك نمره عاصم عشان نكلمه ويجي بعدين اهو. لكن يعني من 2018 لا، شكل الدوري بتاعنا بدأ يتغير. انت بدأت تدخل نظام البلاي اوفس، وبدأت حتى منتخبات الناشئين شكلها بدأ يتغير. سيبك من النتيجه، احنا طول عمرنا بنكسب منتخب 16، ناخد بطوله افريقيا قاعدين في البيت. بس بدأ الشكل العام بيتغير. احنا 2018 ده رحنا كسبنا تونس، ولما كنا في انجولا كانت اول مره نكسب تونس مثلا من 10 سنين، ولا من 2013 رحنا كسبنا انجولا في انجولا. ما صعدناش كاس عالم بس اخر ويندو دي واحنا في انجولا عملنا ويندو جامده جدا. انا فاكر كان ماتش الكاميرون اخر ماتش ماتش الكاميرون اللي وخسرناه. هو نزلنا ميتين وخسرناه بسبب احنا كنا تعبانين جدا وميتين. الماتش اللي قبليها بتاع ماتش تونس رحنا 2 اوفر تايم عشان أيوة. نكسبه. ولا هي يعني اول سنتين من السنه دي لحد الكورونا واحنا الدوري المصري كان ساعتها ومستوى مين اللي الدوري بيمرن؟ المصري. محمد كابتن مرعي؟ لا، كان عمرو ابو خير اول ما انا رجعت، واتغير بعد كده جه كابتن عصام مسك فتره، بعد كده كابتن احمد مرعي. اوكي. بس انا مش بتكلم عن نتائج المنتخب ان ما هو ده هي دي طب انت، اللي ما هو انت بتقيس بايه؟ طيب قول لي. لا، ما هو معلش، ما هو انت في 2013 وصلت فاينل افريقيا، هل ده معناه ان انت الباسكت بول في مصر اتطور؟ طب انت قول لي انت ازاي بتقيسها؟ يعني السكسس ان هو يبقى طويل المدى. هو حلو، ده. بس انا قصدي ان ان انا انت اطلع في بطوله اعمل نتيجه كويسه وارجع بعد كده اقعد في البيت، ده انا كده ما اتحسنتش. انا معاك. كده ممكن يبقى كان معايا توفيق في بطوله. معاك، بس انت ازاي تقارن بقى بين فتره وفتره لو هي مش بنتائج المنتخب؟ يعني قصدي هو ده المقياس اللي في ايدك. ايوه، انت دلوقتي بقى عندك لعيبه في مصر تقدر ان هي تنافس في مستويات انت ما كانش عندك الكلام ده زمان. قصدك تنافس مع المنتخب ولا تنافس مع المنتخب وكمان على المستوى الفردي. ماشي. دي حاجه. الحاجه التانية، الشكل العام بتاع الباسكت في مصر اتغير. شكل الفرق بقى عندك كذا فرقه بتنافس، بقى عندك يعني على فكره يعني الحكام عندنا في مصر بيطلبوا ان هم يروحوا يحكموا بره، تمام. بعيدا عن واحنا المستويات اللي واحنا بتحصل. بنجيب حكام اجانب يحكموا لنا. ده علشان احنا يعني ده بعيدا عن اي حاجه يعني. لكن احنا هنا في مصر لا، احنا كباسكت انت برضو لازم تقارن بالدول اللي حواليك. بص تونس فين مثلا في اخر 7 8 سنين، تونس عماله تنزل. ماشي، بس يعني برضه اسمه الاتحاد المنستيري راح كسب بطوله افريقيا قبل انا البال. عشان كده بقول لك انت مش هينفع تقيس النهضه من عدمها من بيرفورمانس واحده. فانت شايف ان احنا متجهين في الاتجاه الصح بشكل عام؟ بالظبط. بس احنا من بعد الكورونا يمكن الدنيا عندنا اتهزت. بطيئه شويه. أوكي. يعني خلينا نقول بطيئه شويه. لكن الفتره ديت لا، احنا بنتحسن. طيب. بدليل ماشي، انت في الاول في الاخر انت كمنتخب، لا انت المنتخب بقى ليه شكل مختلف خالص. حلو. منتخب الهاندبول، نرجع لموضوعنا، بقى له 6 سنين عنده مدربين اجانب. اوكي. ما اعرفش قد ايه انت متابع يعني هاندبول، بس اكيد شفت يعني 3 مدربين، 3 اسبان، والثلاثه لعبوا مع بعض، او اكشلي الاخرين ده مرن الاثنين التانيين. اوكي. وهم يعني ايه، قول مستحيله واحده. هم في مدرسه كده، اسبانيا فيها مدرستين هاندبول، في واحده في سكه واحده في سكه. تمام. احنا خدنا سكه وماشيين فيها ورا بعض كده. اوكي. وعملوا طفره واضحه اظن في الهاندبول المصري. احنا كان جالنا فتره كده اللي هي
2009 كده لحد مثلا 14 15 خسرنا من تونس مرتين في الفاينل ورا بعض. اوكي في بتاع. ولسه الاسبوع اللي فات اهو كسبنا 3 ورا بعض، ووصلنا فاينل سيمي فاينل اولمبيكس، وخسرنا ماتش الدنمارك بتاع دور الثمانيه بتاع. تمام. في ناس كتير بقى بتقول ان الطفره دي سببها ان احنا جبنا مدرسه من اسبانيا، والمدربين الاجانب دول حطوا سيستم. على فكره الناس دي جت سيطرت على الدوري حطوا سيستم كل حاجه، يعني اتدخلت في التفاصيل الكبيره والصغيره في الهاندبول، وقال لك ايه اديهم يا عم الدركسيون، وانت من ورا انت بتليد كده وكل حاجه، بس الناس دي في الاخر هتخش بقى تعمل لك التفاصيل. وقد كان يعني الناس دلوقتي ما تقدرش تتكلم غير ان هم ناجحين. هل بقى تجربه الباسكت مع الاجانب بالذات، سيبك بقى انا مش كده في المصريين خالص، مع الاجانب بالذات بتقيمها ازاي وشايفها بقى تكمل ولا ما تكملش؟ طيب بص، حلو يعني السؤال. هقول لك انا يعني انا كأنس يعني على طول مقتنع جدا بان انت اصلا يبقى عندك سيستم ثابت، وعندك بلان، شورت بلان ولونج تايم بلان، وتمشي عليها تنفذها وانت عارف المين جول فين. دي لوحدها كفيلة بان هي تنقلك وتعليك مع الوقت. ممكن بقى نختلف بقى ان في بلانز معينة ممكن تجيب نتيجة اسرع من بلان تانية، في بلان تانية تنجح اكتر، بس هي المشكلة ان احنا ما بنكملش البلان لحد اخرها. يعني انت المنتخب المصري يعني قبل مثلا قبل روي ما يجي كان المدرب اللي ياخد الدوري ويجوا يمسكوا المنتخب في الصيف بعديها. يعني هو يعني ايه كل صيف بمدرب شكل، يعني حاجه غريبه جدا. يعني كابتن مرعي، كابتن عمرو ابو خير مسك بعد كده لما كابتن مرعي خد الدوري، فكابتن مرعي بقى هو مدرب المنتخب وراح لعب بيهم بطوله افريقيا، ما حصلوش على النتائج اللي هم مثلا ان احنا الاتحاد المصري متوقعها. مشوه كابتن عمرو رجع تاني. لا كان كابتن صالح حميد لما احنا كسبنا الدوري راحوا مسكوه، راح لعب الافرو كان تقريبا، انا مش عارف اسمها ايه البطوله، ما كسبش، راحوا ماشيينه. مفيش حاجه اسمها كده. يعني انت لا، انت المفروض انت بتحط بلان معينه مع مدرب معين او مع جهاز فني كامل معين، بيبقى ليه شغل معين، ليه تدرج معين للشغل على مدى طويل وعلى مدى قصير علشان توصل يبقى عندك نتيجه. دي رقم واحد. بالنسبه للمدربين هم المدربين الاجانب بيبقوا ليهم يعني هو مش حاجه مش مستخبيه، بس هو المدرب الاجنبي بيبقى عنده صلاحيات اكتر من المدرب المصري. بيتسخر له حاجات ما بتتسخرش المدرب يبقى المصري. اقوى منه. يعني مع اللعيبه ومع المسؤولين. المسؤولين. ده غير ان يعني المدربين الاجانب كمان، هي خلي بالك هو اللعب الدولي مختلف عن اللعب بتاع الدوري عندنا. يعني انا دلوقتي لو عايز العب دوري فانا عايز اعمل احتكاكات دوليه كتير، هما بيبقى عندهم ناسهم وليهم. يعني روي مثلا هو اللي كان بيتولى الكلام ده كله، هو اللي بيعرف يودينا انفيتيشنز ويجيب لنا انفيتيشنز نروح للبهامس ونيجي من البهامس. المدربين المصريين ما عندهمش الكونكشنز دي، يروحوا مثلا يدوروا على اي ايجنت يطلعنا كامب في صربيا ولا يطلعنا كامب في كوالالمبور. يعني ده مش مفيد وملوش اي نوع من انواع الانعكاس، بس هو ده اللي هم يعرفوه. لكن لما نروح نجيب روي مثلا، لا روي في السنه ونص او السنه اللي هو كان ماسك فيها دي، لا هو الكونكشنز مختلفه خالص. بهامس قبل كاس العالم انت رحت لعبت جورجيا، وسافرت ايطاليا لعبت الصين، صح ولا مش صح يعني صح. يمكن ما كنتش معاهم في الفتره دي، فانا ماتشات اقصد بس جامده. هي دي الاحتكاكات دي هي اللي بعد كده بتنعكس. ده برضو بعيدا عن اللي بتكلم ان انت يبقى عندك حد بيعمل لك لونج تيرم بلان. يعني احنا مثلا قبل ما روي ما يجي كان يعني انت بتجمع تقعد شهر تقعد تتمرن قبل الويندو مثلا، وبنتجمع 20 واحد والسلام عليكم وعليكم السلام مثلا. لكن روي مثلا لا، كان عامل تشارت، كان عنده حوالي 40 اسم الناس اللي بتخش وبتخرج، وكل ويندو كان في ناس اساميها بتتغير في التجميعات، وفي ناس بتيجي من بره، في ناس بتيجي من جوه. فهو كان عامل يعني مش بس بيتعامل مع 12 واحد والسلام عليكم وعليكم السلام، لا هو كان عنده بلان. يعني كان عنده بلان هو ما كملهاش. بس يمكن اللي انت بتقوله يعني هو مثلا دلوقتي كابتن هنريك، يعني هو هنريك اصلا من نفس المدرسه بتاعت روي.
روي كان ماسك تحته اصلا. ايه ده؟ اه مش ده الماني وده كندي؟ بس هنريك كان المدير الفني بتاع منتخب المانيا، وكان كان روي الاسيستنت كوتش بتاعه. بجد؟ لا ما كنتش اعرف ده في يعني منتخب المانيا الكبار. منتخب المانيا كبار. فيعني يعني انت لما انت كنت بتقول المنتخب الهاندبول تقريبا الثلاثه تقريبا نفس المدرسه وكانوا شغالين مع بعض قبل كده، فدي برضو حاجه فكرتني يعني. يعني نفس المدرسه نفس الشغل. انا اشتغلت مع الاثنين طبعا لان هنري كان معانا في الاتحاد. شغل قريب جدا من بعضه يعني، سبيشالي يعني الديفنسيف سيستم، لان هو اصلا الديفنسيف سيستم كان روي اللي مسؤول عنه في الاستاف بتاع هنريك. عارف انت الحوارات اللي هي من تحت لتحت دي ما حدش ياخد يعني باله منها يعني. بالظبط. واكلين مع بعض يعني. لكن تاني يعني هي الفكره كلها ان انت يبقى في بلان واحده وتديها فرصه ان البلان دي تنجح. يعني احنا برضو عندنا المشكله دي يمكن مش بس في المنتخبات، لا في الانديه كمان. الناس عايزه المكسب السريع، لسه كنا بنتكلم من شويه ان المكسب السريع ده مش انديكيشن لحاجه، ده ممكن يبقى توفيق من ربنا. عادي جدا بتحصل. لكن ده مش معناه ان انت ماشي في الطريق الصح. لكن انت لازم تحط اساسات وتحط بلان تخليك تنجح لمدى طويل. برضو برجع لموضوع تونس مثلا. تونس سيطروا على قارة أفريقيا لفترة من 10 سنين مثلا، بيكسبوا كل حاجة وبيلعبوا كل حاجة وعمالين يروحوا معسكرات في الصين ومعسكرات في أمريكا ويلعبوا ويحتكوا، ووصلوا لمرحلة إن هم كانوا مسيطرين على القارة كلها. حتى أنجولا ودول مش عارفين يلعبوه. ليه؟ لأن كانوا ماشيين بسيستم معين، كان عندهم بلان معينة. هم بعد كده فشلوا في إن هم الريبيلد عندهم او حصل عندهم مشكله في الريبيلد وفي الكونكشن بتاع الاجيال اللي طالعه. لكن هم كان عندهم بلان تتدرس يعني. طيب انا هاخدك من هنا عشان الوقت بيسرقنا، وهوديك للقصه الشهيره بتاعت نادي الزمالك. قصه شهيره. قصه شهيره طبعا طبعا. يعني خد بالك، يعني اي حد مش في الرياضه وبيسمع انس الزمالك ده بتاع الفيديو انا شفت الفيديو. بينج بونج. بتاع البينج بونج بالظبط كده. فانا هديك المايك واحكي لنا كده بسرعه ايه اللي حصل. يعني هو الموضوع طبعا بيبدا من يعني من اول يمكن السيزون بتاع اخر سنه ليا في العقد. عارف انت بيبقى فيه نيجوشيشنز، فيه كلام. بعدين كان على طول المشكله كان النادي مش ستيبل الفتره ديت يعني. مصر كلها ده مش عارفة. مش سر يعني. كان في مشاكل كتير في النادي، وكان اللجان بتروح واللجان بتيجي ومحدش فاهم حاجه. وكان اللي كان الاول بيتفاوض معايا كان كابتن حسين لبيب اصلا. كان ساعتها انا كنت اتصبت ولسه هروح بقى اشوف كتفي وهعمل عمليه كتفي و وكنا وصلت معاهم لاتفاق معين. وبعد كده انا سافرت عشان اعمل التأهيل بتاعي. قطر. وبعد ما سافرت هم اتشالوا اصلا. ورجع وسيله المستشار وقال لك هنعمل انتخابات. فطبعا قلت خلاص يعني نبدا من الصفر، يعني نتكلم من اول وجديد بقى. يعني استنى لما نشوف الانتخابات اللي هيحصل فيها وبعد كده نتكلم. خلصت الانتخابات وبعد كده قعدنا اتكلمنا تاني، وبعد كده حصل اتفاق. وبعد كده يعني عارف انت كل ما كان بيحصل اتفاق كان بيحصل حاجه بترجع النيجوشيشنز للصفر، وبنقفل الموضوع على اساس ان احنا هنكمل في وقت تاني عادي. ما كانش فيه اي مشاكل يعني. بس يعني بعد كده حصلت مشاكل. لا يعني انا هسيبك انا مش هسألك. انا كان عندي طلبات كتير يعني. انا وده حقك. مش يعني طلبات. انت زي اي لعيب حقك، ده مادية أو عرض غير. وطلب، ده سوق بالظبط. انت. يعني ماديه او غير. وكان فتره معينه كان ليا فلوس كتير في النادي، وبقى كتير من الفلوس ما خدتهاش بسبب طبعا الظروف اللي كان بيبقى فيها النادي. ولكن جت عليا فتره انا كنت رافض اصلا ان احنا نتكلم في الجديد. وانا لسه يعني هنتكلم على ايه يعني؟ يا جماعه ما خدتش فلوسي اصلا قديمه، فانا هجدد وهنتكلم في التجديد على اي اساس؟ وبعد كده بدات الموضوع يخش في حته ان كان لا، ما انا مش هساوم ده بده يعني. مش هنقعد نتكلم طب يلا امضي بقى عشان نديك فلوسك القديمه. لا، انا طريقه يعني طريقه النيجوشيشن دي بالنسبه لي انا رفضتها. وقلت لهم لا خلاص، الموضوع ده بالنسبه لي انا ما انت كده بتقل مني، وانا ما بتعاملش بالطريقه دي يعني. ودي كانت بدايه التاتشات اللي حصلت اوكي. مع النادي يعني. طيب يعني حصل اتفاق صح؟ وصلت أنهي لاتفاق مرة؟ شفهي في أنهي الاخر مرة؟ اخر مره. لا، اخر مره خالص. اصلا انا لما رحت لسياده المستشار اليوم اللي صور فيه الفيديو. يوم الفيديو. لا، هو انا اصلا كنت رايح علشان
احنا ما كناش عارفين نوصل لاتفاق. هو طبعا يعني نادي الزمالك في الفتره دي مثلا المستشار انت ما كنتش بنيجوشيت معاه، يعني اكيد هو كان موكل حد بيتكلم. بالظبط. فكان احمد مرتضى وكان كابتن احمد عادل عبد الفتاح، واللي انا كنتش اعرفه ساعتها ان هم كان كل واحد ماشي في اتجاه. طبعا انا بالنسبه لي انا ما اعرفش يعني انا يعني بالنسبه لي الاثنين واحد. وكان معاهم طبعا هيثم السحارتي، لان هو كان موكل من احمد مرتضى برضو ان هو داخل في الموضوع معانا. دي كانت تقريبا بدايه المشكله، ان كان في اطراف كتير داخله في الموضوع والكلام ما كانش بيتنقل صح ما بين كل الاطراف وبعضها. دي رقم واحد. ولما رحت للمستشار ساعتها انا كنت رايح لان كان مفيش، يعني احنا مش عارفين نوصل لاتفاق. وكنا كل مثلا بتفق مع، مثلا انا بكلمك النهارده بتفق معاك على حاجه، كان تاني يوم مثلا تقول لي ان مثلا لا اصل احمد مش موافق على اللي احنا اتفقنا عليه امبارح، فاحنا عايزين طب بص في الكاونتر اوفر ده، فنقعد نتكلم في الكاونتر اوفر ده ونطلع بحاجه جديده كل يوم بقى كده. يعني مثلا وصلت لمرحله فعلا ان احنا كان يعني مثلا كل يوم كان بيبقى فيه كاونتر اوفر جديد، كل يوم بارقام جديده مش بس الفلوس، بتفاصيل حاجات كتيره. بقى، يعني حاجات صغيره جوه العقد مثلا مالهاش علاقه حتى بالفلوس، بس يعني كان تفاصيل. كل شويه تفاصيل بتتغير. طب لا اصل دي احنا مش عاجبانا، اصل دي عايز نزودها، طب احنا كنا امبارح متفقين، ايه اللي حصل من امبارح للنهارده. كان كل يوم بتبقى حاجات كده. بس ورحنا لحد ساعتها للمستشار، يعني قلت بقى يعني لا ما نطلع بقى نتكلم، يعني مش هينفع ان نوصل لحل نهائي. بالظبط يعني. فجأة رحنا ليه طب تعالى ننزل نلعب بينج بونج وبعد كده نطلع نتكلم. نزلنا لعبنا بينج، طلعنا فوق، ويعني طب انت طب قول لي طب العقد هو ده؟ قلت له ايوه العقد. كان معايا العقد طبعا، لان احنا كنا لما احنا قبل كده كنا قعدنا قلنا يا جماعه خلاص احنا هو ده العقد بتاعنا واحنا عايزين عقد فاضي قبل كده. ما هو العقد فاضي طبعا، لان هو اصلا يعني مرتضى منصور عمره ما كان بيمضي على عقود. يعني هو اصلا مش هو اللي بيمضي على عقد، اللي بيمضي على عقود تقريبا كان المدير التنفيذي للنادي او ايا كان بقى، هم اللي كانوا المنوط ليه الامضاء بالظبط يعني. لكن مثلا الصور الفيديوهات اللي بتطلع انت بتمضي مع الرئيس، انت ما بتمضيش على حاجه، هو مثلا لا دعايه يعني زي بالظبط يعني. هو ما كانش هو ده ما بتبقاش دي لحظه الامضاء الحقيقيه ولا ده لا، العقد ولا الحقيقي هو ده اصلا. العقد الحقيقي ولا اي حاجه خالص يعني. فهي طب ماشي احنا هنصور عشان بس يبقى خلاص يبقى معانا، ووقت ما خلاص تمام احنا تمام. اللي هو انت خلاص بقى هتصور صور العقد وتصور تصوير الفيديو بس في والصور وانت ماسك العقد، كل ده خلاص، بس ده هيبقى معانا علشان بعد كده لما يعني وقت ما احنا هنتفق ونيجي نعلن. بس انت في اللحظه دي ما كانش في اصلا اتفاق وصلت له، ولا كان في اتفاق شبه؟ كان في اتفاق، وقفنا خلاص وقال لي خلاص انت عايز سنتين بس مش 4، خلاص هنمضي سنتين والمبلغ وتمام وكله زي الفل وكله كويس وبتاع. بس انا كنت موجود عند المستشار ومعايا كابتن احمد عادل الفتاح، وكنت انا رايح انا وهو بس، وما كانش تقريبا يعني ما كانش في حد تاني يعرف، يعني تقريبا احمد مرتضى ما كانش يعرف ان احنا طالعين فوق. وبعدين هو جه داخل بالصدفه لقانا جوه، تقريبا هو اتضايق او انا ما عرفتش بعد كده ايه اللي حصل. وبعد كده مرتضى قال لي خلاص يعني ظبطنا كل حاجه، روح بقى مع احمد عشان تملوا العقود بقى وتظبطوا الدنيا بقى. فروحنا مع احمد الاوضه التانيه، وبعد كده اختلفنا تاني ومشينا من هناك مختلفين برضه. غير الكلام اللي اتفقت معاه فوق. يعني حصل برضو نفس كلام يعني اختلافات. يعني طب 3 مش 2، طب يعني حاجات بقى مش طب اسالك سنتين سؤال، بس. ندمت انك صورت الفيديو من غير ما تكون متفق لا وماضي؟ عادي، ايه المشكله؟ لا مش قصدي، انا قصدي انك وافقت ان الفيديو يتصور غير لما تكون ماضي فعلا ومتفق والعقد خلصان. لا برضه اصل انا اصور الفيديو ده، ايه المشكله فيه؟ المشكله ان هم هيطلعوا فيديو يقولوا له انس جدد، وفي الاخر انس ضحك علينا ومشي. وبعدين مش فارق لك؟ لا ما هو يعني هو اللي بيكذب مش انا، يعني انا فاهم ان انت مالكش ذنب في الموضوع، بس يعني انا قصدي انا كأنس دلوقتي. بس انت في الاخر هتضطر تطلع تبرر نفسك وتحكي القصه وتقول اللي حصل ومش عارف ايه، لان قدام الناس ما هو يعني برضه في الاول وفي الاخر، ما هو انت في اخر نادي الزمالك نادي كبير وعنده جمهور بالظبط يعني. وده انا مش يعني مش انا اللي قلت مثلا حاجه مش صح، فانا مش انا اللي هطلع اغيرها او لا، فاهم قصدي؟ انا بالنسبه لي انا بتعامل بحسن نيه. يعني خلاص احنا اتفقنا على كذا حاجه، وكان كل مره بيتغير الكلام، فاهم قصدي؟ وما وصلناش لحاجه في الاخر. وحتى لما انا مشيت من هناك يعني كان هي فكره خلاص احنا يعني مسيرنا عادي هنتفق. زي كل مره هنتفق يعني. بس هي الفكره كلها ان الموضوع بعد كده بدا يمتد بقى، ودخلنا بقى ساعتها في رمضان،
وبعد رمضان كان عندنا بقى نهاية الدوري والموضوع بعد كده بدأ اللي انا بقى كانت مشكلتي ان انا بدأت احس ان الموضوع في حتة عند. مم. يعني هي دي اللي استوقفتني شوية، ان بقيت احس ان الموضوع يعني مش عارف بقى بصراحة كان هل ايه هو السبب ليه، بس انا بدأت بعد كده احس ان لا هو في حاجة يعني عندي معانا شخصيا بقى، او عارف انت اللي هو لما تبقى مثلا انت قاعد حد كده هو مش عايزك تطلع كسبان وخلاص، يعني حتى لو هيغير لك تاريخ ميلادك، هو مش هو اهم حاجة ان هو يبقى واخد كسبان اخر بونت عليك. فانا دي كانت بالنسبة لي يعني لا انا مش طب يعني انا بس طريقة التعامل دي مش عاجباني. اسالك سؤال واضح، مضيت في الاتحاد يوم ايه؟ مضيت في الاتحاد يوم ايه؟ عشان الكلام اختلف كتير قوي في الحته دي، خد بالك. اللي هو ده اصلا مضى وهو لسه بيتكلم مع الزمالك، وده اصلا ده كان ماضي من شهر استنى ايه. افتكر. مش لازم يوم ايه باليوم، بس قصدي في انهي اه مرحله في القصه دي؟ بعد الدوري ما خلص؟ ما اصل انا بص هو قبل الدوري في ما يخلص؟ هو في عقود كتير. لا ما هو انا هقول لك يا اهو عم، بقى. اول اسم حطيته على ورقه اول فيها لوجو اسم اخضر. اول اسم حطيته على ورقه لونه اخضر اخر يوم قبل ما اسافر المالديفز. اللي هو بعد الدوري ما خلص. بكتير بعد الدوري ما خلص، وانا كنت رايح اجازه انا وزوجتي وبنتي، وقبل ما اسافر المالديفز بالظبط. فالدوري كان خلصان والموضوع. وبلغت الزمالك امتى؟ ولا انت ما بلغتش خلاص، لا الموضوع انا الموضوع بلغت مات؟ الزمالك مش بتاعتهم بقى خلاص. ما حسيتش ان انت لا محتاج لا تقول لهم؟ وكان هم اصلا اوريدي طلعوا قالوا ان انا مضيت، وانا بعد كده طلعت ايوه، ما قلت الموضوع انا ما كان. مضيتش. ده كان كل ده قبل ما اسافر المالديفز. وقبل ما اسافر المالديفز مضيت، رحت عند الحاج في صحيح. اسكندريه وحجزت ومضيت، وقلت له يا حاج يا ريت انا مش عايز اي حاجه تطلع غير بعد ما ارجع من اجازه، انا مسافر اجازه مش عايز دوشه. انا عايز افصل بصراحه. مم. و... ويمكن طلع الخبر قبل ما اسافر المالديفز على طلع وانت طول هناك. او حاجه كده، وهم طبعا كلموك وانت كانوا هناك عايزيني وبتاع. انزل لا الاتحاد ما طلعش غير لما رجعت. مم. بس هم طبعا الحاج كان عايز يعني خلاص بقى لما نزلوا صورة رقم 10 بدأوا خضراء. يضغطوا عليا، بدأوا يضغطوا عليه بالجمهور طبعا اكيد عايز، وانت ازاي الصفقات. بتقولوا معايا ومش عارف ايه. فقلت له يا حاج بعد اذنك انا طلبت منك ان انا الاعلان الرسمي ما يتمش غير بعد ما ارجع، وده كان اول ما رجعت تم الاعلان. مم. طيب، هو حاسس انك بابك مفتوح على كل الأندية المصرية في يوم من الأيام؟ طبعا انت دلوقتي بص ملتزم بعقدك أنا في الاتحاد. بالظبط انا ما بحبش السؤال ده. انا عارف ما لسبب. تحبوش، بس انا لازم اساله لك. عشان انا بحب هاني حتحوت، وبحب لما اساله لك قلت اساله لك انا السؤال كمان. بتاع هاني ايوه ايوه بالظبط. يعني انت ممكن تروح تلاقي في اي حته بالظبط، يعني. شوت اوت لهاني حتحوت. يعني بص هو انا بالنسبه لي يعني مهما كان المكان اللي انا بلعب فيه انا اتعلمت كده، يعني ان انا ادي 150% من مجهودي ومن تفكيري ومن عقلي يعني. ف يعني انا ما عنديش اي مشكله مع اي حد في مصر، بالعكس يعني انا واحد من الناس اللي عارف انت بحب الناس كلها، لا بس بجد يعني انا بحترم الناس كلها بس انا راجل بروفيشنال، بمعنى ان انا ملتزم بعقدك الحالي كل دلوقتي. القرارات اللي انا باخدها في حياتي هي بتبقى ليا ولعيلتي رقم واحد قبل اي حد تاني في الدنيا. اوكي. وفي الاول وفي الاخر مهما كان القرار اللي انا ممكن اخده في ما اعرفش كمان سنه كمان سنتين كمان 10، فهو هيبقى ليا انا وعيلتي قبل اي حد تاني. ماشي، اخر سؤال عشان خلاص خلاص خلصنا. هتلعب بنتك باسكت؟ مش عارف، ده سؤال صعب. ليه؟ انا حاسس انها خارجه من عيله سلويه لا جدا. ما هي احنا رامينها قدام الباسكت بس براحتك. بس احنا بنديها الكوره كده وهي تختار. يلا يا حبيبتي اعملي دريبل. بس اللي انت عايزاه. لا هو انا يعني مش يعني عندها قد ايه دلوقتي؟ 2 وشويه. ربنا يخليها لك، بس لسه يعني. لا لسه بدري يعني. لا يعني انا بصراحه كأنس يعني مش هينفورس اي حاجه يعني براحتها خالص يعني. تعمل اللي هي عايزاه. طب انا خلاص هقفل. جود لك في المنتخب ان شاء الله الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله. وهسيبك تمشي بوعد ان احنا نقعد قعده زي دي لا تاني. والله لا والله اتبسطت جدا حقيقي والله، نقعد قعده زي دي تاني كده، عشان انا بجد سالت مثلا 30% من الاسئله اللي عندي. فهسيبك تمشي بوعد ان انت هتكلم لنا عاصم مرعي، وان انت تيجي تقعد معانا تاني. ما تهزرش بجد. نقعد ايه نهرج هنا للصبح. والله مش لازم نصور، ممكن نقعد نشرب حاجه عادي.
خلاص تمام، هو الراجل اهو وعدنا اهو. لما يرجع من كوريا. ربنا يرجعه بالسلامه، وشكرا يا مان ونورتنا. انبسطت جدا.